هاي. من شوية كنت أنا واحدة صاحبتي بنتكلم مع بعض وكانت متأثرة نفسيا جدا، لأن كلاكيته تاني مرة أو يمكن مش تاني مرة حد من الناس القريبين منها جدا عمل معاها حركة مش لطيفة. والحركة المش لطيفة دي غير إنها آه وجعتها، غير إنها اتكررت كذا مرة وهي حاجات مش فيها. أنا عندي مشكلة مع الصحاب والبنات عموما. معروفين في كوكب البنات بتاعنا ان احنا غيارين جدا، ومعرفش ليه احنا غيارين. يعني احنا بنبقى غيارين ان دي خرجت مع دي ودي نزلت مع دي ودي شافت دي، وان دي صاحبتي وما ينفعش تصاحب حد غيري. وانا كنت واحدة من الناس كده، بس زمان، بجد زمان زمان قوي. بس مؤخرا ما بقتش. يعني عادي، انا صاحبتي دي عايزة تكلمني هتكلمني، مش عايزة تكلمني مش هتكلمني. وبعدين مؤخرا برضو بقيت بصنف صحابي. يعني في حد من صحابي بيحب يخرج بس، في حد من صحابي بيحب يتكلم، في حد من صحابي بيحب يسمع، في حد من صحابي بيحب يلفلف على هدوم، في حد من صحابي بيحب يهرتل. تمام. فانا بختار المود اللي انا فيه واروح اتعامل مع صاحب المود ده. يعني انا عايزه اخرج فبشوف صاحبتي اللي بتروح اماكن حلوه جدا وبخرج معاها عشان توديني اماكن حلوه. عايزه اتكلم واتناقش مع حد، بروح مع صاحبتي او لصاحبتي اللي بتتكلم وبتتناقش واتكلم معاها في موضوع. الحمد لله ربنا مديني صحاب حلوه يعني. المهم جت صاحبتي دي اتكلمت معايا وقالت لي ان هي واحده من صحابها راحوا اتكلموا عليها عشان، مش عارفة عشان ايه بصراحة. اللي كان مجننها ان هي كانت الكلام اللي وصل لها ان بيتقال عليها من البنت دي كان وصل لها في نفس اللحظة اللي صاحبتها كانت بتتكلم معاها وبتتعامل معاها حلو جدا وبتقول لها قد ايه انا بحبك، قد ايه انتي وحشتيني، وقد ايه انتي صاحبتي، والكلام ده كله. في بنات بتبقى فاكرة او مقتنعة انها لما تروح تسوق آه، سمعة صاحبتها أو أنتمتها في نظر حد فهي كده جميلة، أو إن هي تقول إن صاحبتها دي بتعمل حاجة وهي ما بتعملهاش فهي كده واو خطيرة بقى مفيش زيك. الموضوع ده مش كده أبدا، والناس ما عادتش ساذجة عشان تصدق الكلام اللي بيتقال، أو إن انتي تبقي ماشية مع واحدة وتروحي تقولي عليها كلام تاني. الناس بتبقى عارفة وش، هما للأسف هما بيبقوا عارفين وش ان انتي كواحدة راحة تتكلمي على واحدة صاحبتك ان انتي واحدة جحدة، يعني واحدة مع قليلة الأصل، ما عندكيش أصل أصلا. يعني وسبحان الله بيروحوا بقى يحذروا صاحبتك اللي انتي بتتكلمي عليها دي منك. بس هو هنا انا مش رسالتي للبنات اللي بيتقال عليهم كلام، لان انا كنت فعلا واحده من الناس دي. وجت واحده انا كنت فاكراها صاحبتي وقريبه مني جدا جدا جدا، اخدت كلام انا كنت قايلاه في قعده مع ناس، في قعده معاها على ناس تانية، بس الناس دي كانوا مضايقينها فكانت بتشتكي لي منهم. فعشان انا صاحبتي متضايقه من حد فطبيعي ان انا ضيقتي تبقى على ضيقه صاحبتي. فكنت بقعد اقول لها طب ليه، طب ما تعملي كذا، ما تعملي معاكي كذا، اعملي كذا، ردي بكذا، شوفي كذا. فهي اخدت الكلام اللي انا قلته وراحت قالته دايركت لواحده تانية اصلا مش بالنسبه لي حاجه. فكركم انا لما جت البنت التانية دي جت قالت لي انتي قلتي في حقي واحد اتنين تلاتة، فانا جيت اتكلمت معاها وقلت لها انا قلت في حقك واحد اتنين تلاتة عشان الشخصية اللي جت بلغتك الكلام دي اللي هي المفروض صاحبتي واحنا قاعدين مع بعض وقاعدين بناكل وبنتكلم، قالت في حقك واحد اتنين تلاتة. فانا كنت برد والله ما حصل. عارفين انا كل اللي انا قلته ايه؟ قلت انا قلت كده، قلت لها انا قلت كده بس انا مش هخش في كلام تاني. بس اكيد في سبب يخليني، قلت البنت كده، قلت لها اكيد في سبب يخليني اكون قلت عليكي الكلام ده، وخصوصا ان انا لا اعرفك ولا قعدت معاكي كفايه ولا اعرف عنك حاجه كفايه يخليني اتكلم عليكي. وخلاص ورحت للبنت التانية اللي هي كانت المفروض صاحبتي، يعني كل اللي انا قلته قلت لها انا كان ممكن اقدر اقول ان انتي قلتي واحد اتنين تلاتة وبالاثباتات وبالدليل وبالشات وكل الكلام ده، بس انا هختار ان انا اصون العيش والملح اللي احنا كلناه مع بعض، ومش هتكلم في اي حاجه، مش هقول اي حاجه.
مع ان انا عارفة دلوقتي، او انا عارفة ان في وقت المشكلة القعدة كانت عليا والكلام كتير كان عليا، واكيد في اسرار كتير من اللي انا كنت قايلها لها اتقالت، بس اتس اوكي مش مشكلة. انا ما عنديش مشكلة خالص ان اي حاجة تتقال. انا اهم حاجة عندي قدام ربنا ان انا جيت قعدت في قعدة حفظت سر وحفظت كلام و... وكنت صاحبة كويسة. انا كنت معاكي مراعية ربنا فيكي، وبعد ما بعدت عنك مراعية ربنا فيكي. بس انتي بقى اعملي باللي انتي عايزة بتعمليه، بتتلف. هي كده كده الدنيا بتلف. بس انا عندي بقى مشكلة في الناس بقى اللي بيقولوا كلام، اللي بيقولوا كلام واللي بيتقال عليهم كلام. بس اللي بيتقال عليهم كلام دول انا عندي معاهم مشكلة واحدة بس، ان هم يرجعوا للناس اللي اتكلموا عليهم تاني. يعني انا واحدة صاحبتي دي اللي انا كنت بتكلم عليها، كان عندي مشكلة معاها جامدة جدا، انها رجعت تكلم واحدة اتكلمت عليها واتكلمت في اخلاقها واتكلمت، يعني راحت اتكلمت معاها واتكلمت، رجعت اتكلمت معاها تاني وحكت لها على اسرارها تاني، مع ان اللي هي حكته لها قبل كده اتقال لها، واتقال لها من واحد مش من واحدة. والشخص ده قال لها ابعدي عنها، ابعدي، دي مش سوية ومش نفسيا مش أحسن حاجة والكلام ده كله. وهي رجعت، ورجعت ليه؟ لأنها كانت معتقدة إن هي لما ترجع بقى تكلم الناس، فالناس بقى إيه؟ هيعرفوا غلطتهم. محدش بيعرف غلطتهم، الناس بتعرف غلطتها طول ما انتي واخدة منهم جنب. انما انتي لما حد يغلط فيكي مرة وترجعي له تاني، فين غلطته بقى؟ هيعرفها منين غلطته ما انتي رجعتي تاني كأنه ما عملش حاجة. فانا بقيت الغلطة عندي بفورة. انا صاحبتي لما جت حكيت لي قلت لها بترجعي تكلمي الناس دي ليه؟ بترجعي تكلميهم ليه؟ بجد بجد بترجعي تكلميهم ليه؟ يا جماعة الصحاب، انا بالنسبة لي انا معتقدة، او انا بالنسبة لي لما ببقى مصاحبة واحدة وبقول دي صاحبتي، وبطلع مثلا اتكلم معاها او بوريها لكل الناس واقعد اتباهى بيها ان دي صاحبتي، فدي بتعامل معاها على اساس انها انا نهاد. يعني لما اجي اكلمها في حاجه تخصني ببقى عارفه ومتاكده ان انا كاني بكلم نفسي، واقفه قدام مرايه وبكلم نفسي. آية معايا كده، أسماء كده، أنا عارفة إن حتى لو بهدلنا بعض عمر آية ما هتيجي تقول نهاد عملت واحد اتنين تلاتة، عشان آية برضو عارفة ومتأكدة إن نهاد عمرها ما هتروح تقول دي آية كانت بتعمل واحد اتنين تلاتة. نفس الحكاية بالنسبة لأسماء صاحبتي. أسماء صاحبتي من أيام الكلية، بقالنا فوق ال20 سنة صحاب. عمر ما في حاجة حصلت بيني وبينها وطلعت اتقالت بره، ولا مثلا شدينا احنا الاتنين مع بعض وكنت خايفة ان في حاجة ما ينفعش حد يعرفها واسماء عارفاها تروح تقولها، وآية نفس الحكاية. انما انا دلوقتي انا والله صاحبتي اللي انا كنت مصاحباها دي وقطعت علاقتي بيها عشان انا عارفة لسانها، وعشان عارفة انها كانت بتقعد تتكلم مع الناس وبتقعد تتكلم معايا على ناس تانية. انا عارفة ان انا ممكن في حاجات كتيرة عني تبقى معروفة على ناس ما يسووش 3 ابيض، وما يسووش ان هم مش يعرفوا حاجة عن نهاد. لا دول ما يسووش ان نهاد تعدي من قدامهم وتبص لهم. ليه؟ عشان احنا بنغلط في ان احنا ما بنعرفش بجد نقيم ناس يخلونا معاهم. دي بالنسبة للناس اللي هي الصحاب اللي بترجع بقى لناس أذتها. أما بقى الصحبة اللي بتأذي، بصي يا حبيبة قلبي، دي نصيحة بجد لله. انتي لما تروحي تسوقي سمعة صاحبتك اللي انتي خارجة ونازلة ورايحة وجاية معاها، مفيش راجل هيبصلك ويقولك واو انتي جميلة انتي ازاي كده. لا ده هيقول عليكي بنت 60 في 70، وان انتي قد ايه واحدة منافقة، وان ان انتي زيها. يعني انتي مهما لو رحتي قلتي على حد هيقولك انتي زيها، انتي بتحكي كده. واكيد حصل حاجة وحصل اختلاف بينكم انتوا الاتنين عشان تروحي تتكلمي بقى عليها وتقولي الكلام ده. تمام؟ فاللي هو نصيحتين سريعة، لما حد يجي يأذيكي ما ترجعيش. تمام؟ عشان يعرف غلطه، هو مش هيعرف غلطه لما انتي ترجعي. ولما النصيحة بقى للشخص المأذي، لما حد يأذيك ما ترجعلوش، لأنه تأكد انه هيأذيك تاني وتالت ورابع. طول ما انت بتسامح، الناس بتعرف غلطها لما بتتعاقب. فسيبوا الناس، عاقبوا الناس بالبعد عنهم وما تتكلموش عليهم خالص خالص. وأسراركم اللي كانت ما بينكم ما بين بعض صونوها، مش عشان هما ناس كويسة، لا عشان انتوا اللي ناس كويسين بس.